ضرن خجا خيتا من نوخن خزيان المخبى قد تممخ خلقت ديا قدها يوما هل بت أخت متخري بشرايط خلقتا بتهاويلا الملوءة بتهم زمخ بي قدها خلقتا أو نديلة باست مبارقة خيوتا أو علاثة انتحار شق أمرخ هل بت إتلن منن إديوم جو استوديو أرخى بتهاو منن وبتهم زمخ باست داها ملوءة. أرحب بحضرتك أستاذ علي ذياب أكاديمي وباحث بالشأن النفسي. أهلا وسهلا بك ونورتنا بالاستوديو. أهلا ومرحبا، نرحب بكم وكل متابعيكم الكرام في هذا البرنامج الممتع إن شاء الله. شكرا جزيلا. أستاذ علي، بداية احنا يعني موضوع حلقتنا عن الانتحار والأسباب المؤدية إلى الانتحار والعوامل اللي تؤدي إلى، طبعا إلى هواية أسباب، إلى هواية عوامل طبعا، وخصوصا موضوع الانتحار بين الطلاب. أستاذ علي، يعني شنو هذه الأسباب اللي ممكن تؤدي للطالب أنه ينهي حياته، مع العلم هو خلينا نقول بداية يعني يبني مستقبله؟ احنا حقيقة الانتحار دائما في العلوم الأكاديمية دائما بداية الموضوع أن نعرف الموضوع حتى تكون عندنا إحاطة في ذلك الموضوع. نعم. حقيقة قضية الانتحار هي قضية تاريخية منذ انبثاق الحضارة، منذ أول مخلوق، يعني حتى في الحضارات القديمة في الرقم الطينية وفي البرديات الفرعونية حقيقة كانت هنالك الكثير من الكتابات حول موضوع الانتحار اتجاها إلى الديانة الإبراهيمية وإلى الأديان وإلى الحضارة الحديثة. الانتحار حقيقة بإمكاننا أن نقول الانتحار هو حالة مرضية عقلية تؤدي إلى إنهاء تلك الحياة. أكو نقطة مهمة، ما في أحد في الحياة بوده أن ينهي حياته. يعني ماكو واحد يريد أن يفارق هذا الوجود وهذه الدنيا وهذه الحياة، اللي يكون سبب قوي جدا هو هروب من هذه المشكلة. فحقيقة اكو فد نقطة مهمة، اكو فد كتاب مهم ويا ريت يقروا الآباء الأمهات المثقفين، يا ريت أن يكون ترويج إلى هذا، وأن لا تجعل عقلك ثرثار. اكو ثرثرة عقلية دائما نشوفين أنت يعني في حياتنا اليومية بعض الأحيان أنت بوحدك تقعد، لكن شنو العقلي ثرثر؟ يعني الصراع مع النفس خلينا نقول بالضبط. يكون هيك هاي الثرثرة العقلية اللي هي احنا نقول عنها البرمجة العقلية اللغوية. أنت قاعد تبرمج عقلك بشيء ما، فإذا أنت كنت محبط هذا الإحباط يؤدي إلى الخوف، والخوف يؤدي إلى الهلع، وهذه الحالة إذا تطورت حقيقة راح تكون نهايتها هي الانتحار. ليش؟ لأن هذه المشكلة ما عنده ثقة في ذاته، ما عنده ثقة في المجتمع، ما عنده ثقة في البيئة، أو أن البيئة والمجتمع والعائلة ما قدرت تحويه، فلذلك تكون عنده اضطرابات عقلية. هذه الاضطرابات العقلية المفروض أن كل فرد أن يكون عنده كنترول، شلون يتحكم في هذه الاضطرابات العقلية. كل احنا نمر في مشاكل، كل احنا نمر في محن، كل احنا نمر في مرحلة من الحياة تشوفين أن الحياة ما لها أي قيمة. لذلك تراودك العديد من الأفكار، لكن أنت امتلاءك العقلي أو القلبي أو الروحي، احنا دائما البشر مكون من جانبين، جانب عقلي وجانب روحي. صحيح. فأنت إذا عندك ذلك الخواء الروحي ما عندك أي طاقة. اليوم إذا نريد نقرأها في العلوم الحديثة اللي هو علم الطاقة، ما عندك طاقة إيجابية، أو أنت ما تمتلك تلك الثقافة العقلية، فلذلك راح تشوف كل الحلول هي غير مجدية، فراح يتجه إلى الحل الأمثل هو اللي يشوفه هو إنهاء حياته. لذلك يعني حقيقة هي حالة خطرة، ويعني أنتم مشكورين من خلال قناتكم الموقرة طرحتوا هاي المشكلة. يعني احنا الموجود اليوم بالعالم 800 ألف إلى مليون بالعام منتحرين، كل 20 ثانية عندنا أحد ينتحر، و40 حالة فاشلة. فالرقم حقيقة رقم هائل ورقم مرعب ومخيف. لذلك تشوفين دائما الدول حتى منظمة الأمم المتحدة بدأت تشتغل على هذا الملف، منظمات المجتمع المدني بدأت توضع مناهج تعليمية، بدأت توضع حتى في اليابان حقيقة معاهد وحتى رقم هاتف بإمكان أي واحد يشعر بهذا الشعور بإمكانه أن من خلال مكالمة هاتفية ويجي فريق عمل
يجي يبرمج له حياته ويشوف مشكلته حتى ينهي هذه القضية. فحقيقة هي قضية جديرة في الاهتمام، ولا بد من أن تؤخذ بعين الاعتبار والعمل عليها بشكل دقيق. نعم. طيب أستاذ، هو كان السؤال هنا أنه شلون أنت ذكرت حضرتك الصراع أو ثرثرة الفكر، خلينا نقول شلون يعني يوصل الشخص إلى هذه المرحلة؟ شنو هاي الأسباب اللي تؤدي أنه يوصل إلى هاي المرحلة؟ جيد. عندنا عدة حالات. الحالة الأولى هي الاكتئاب، يمر بحالة من الاكتئاب. الحالة الثانية التنمر. احنا عندنا بعض الأحيان نشوفين بعض الأفراد يتعرض إلى تنمر، يعني داخل عائلته هو متعرض إلى تنمر، يطلع للجامعة تنمر، فهذا كله يشعر بأن هو ما له قيمة. الحالة الأخرى القلق، عدم الثقة، عدم الاطمئنان، عدم وجود ثقافة كافية، عدم وجود أمل، عدم وجود تفاؤل. كل هذه الأمور هي تؤدي إلى التفكير وين؟ في قضية الانتحار. لذلك لابد لكل فرد أن نبرمجه، يتبرمج يوميا على التفاؤل بأن أنت هذه القضية أو هذه المشكلة اللي أنت مريت بها هي مو نهاية العالم، مو نهاية الدنيا، لا أبدا. كل شيء له حل. يعني اكو مقطع في دعاء جميل جدا يقول: ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. يعني بعض الأحيان أن الأمر متحقق، أو الأمر هذا مثلا عندنا قضية الطلاب، مثلا نيجي العائلة تضغط عليه، عندها طموح أن المفروض المعدل أن يكون 100 حتى ينقبل طبية. جيد. هو راح ما يقدر يعني امكانيته الذهنيه، امكانيته العقليه اللي هذا الليفل. فهذا الضغط العائلي راح يؤدي الى توتر، راح يؤدي الى قلق، راح يؤدي الى خلع، وهذا كله راح يكون ثرثره بين اني ما راح يبقون بالبيت: انت فاشل، انت غبي، انت يشوف اقرانك، انت دائما هذه الكلمات. لان حقيقه الاذن البشريه عذرا على المفردة قشمر، شك وشي ترددي إلى أن تقتنع به. يعني بعض الأحيان بعض الأغاني هي تافهة مفرداتها، لكن اعتياد المجتمع تكرار تلك المفردة تشوفينها مباشرة أنت تقومين تكرريها. فهذا العقل البشري من يجي بالجامعة يقولوا له فاشل، بالبيت يقولوا له فاشل، بالمحيط ويا الفريق مال الطوبة مالته ويا أقرانه، يمكن ربما بين الأصدقاء يعني نوع من المزح، بس هو لا يعني يمكن له تأثير. للعلم هي هاي قضية التنمر تحدث، هي تكون عن طريق نكتة، عن طريق شقة، عن طريق هذه، لكن تتفعل إذا تكررت أكثر من مرة. صحيح. هذه المفردة راح هو بعد يعيشها، لأن العقل الباطن يتبرمج. هذا العقل وعاء، هو عبارة عن وعاء، احنا ايش ندخل في هذا الوعاء راح يعطينا نتائج. فهذا الوعاء إذا نمليه بالطاقة الإيجابية، قلنا إذا نذهب للمفهوم المادي أو المفهوم العلمي، الطاقة الإيجابية، التفاؤل، الحب، الأمل. حقيقة التفاؤل والحب والأمل يعطيك فد رونق، يعطيك للحياة قيمة، يعطيك للحياة. يعني أنت بعض الأحيان من تكونين ناجحة بحياتك شوفين كل شيء حولك هو جميل، كل شيء الامور تقولين انا الدنيا بتعبيرنا العامي تقولين انا الدنيا جايه وياي بدها تقدم لي كل شيء. ليش؟ لان انت بدها تعيشين حاله النجاح. فالبرمجه العقليه وبرمجه العقل الباطن راح تكون عندها هذا التفاؤل، فتشوفين كل شيء جميل. لكن اذا انت في مرحله من المراحل تكون عندك في حياتك في نقطه ما بعض من الفشل، فتشوفين كل شيء من حولك فاشل، تقولين انا الدنيا محاربتني، الاقدار محاربتني، العائله محاربتني، تقومين تفكرين في مفهوم المؤامره ان الكل متآمر. صحيح. فاذا الحياه هي عباره عن نظاره. شلون لون النظاره اللي انت مرتديها؟ اذا هذه النظاره ايجابيه متفائله جميله، شوفين كل شيء اللي حولك هو جميل. لكن هذه النظارة اللي أنت مرتديتها إذا كانت نظارة الفشل، فتشوفين كل شيء بالحياة هو فاشل. لذلك عندش ضعف في الثقافة، عندش ضعف في التركيبة الروحية، مباشرة تتجهين وين؟ إلى قضية الانتحار، لأن تعتبري أقرب الطرق أن تنهين هذه المشاكل. طيب برأيك أستاذ، يعني الإنسان هو اللي يعني يقدر
انه يوعي نفسه بنفسه، هو اللي يقدر مثل ما تقول انه هاي النظاره هو اللي يوجهها، او خلينا نقول يلونها بنفسه، او يحتاج مساعده من المحيط مالته؟ شيء طبيعي، المحيط، البيئة، العائلة. يعني بالدرجه الاولى مو يقدر الانسان هو يعني يبني نفسه بنفسه او يساعد نفسه بهذا الموضوع؟ احنا عندنا كل امر في الحياه، بعض الاحيان ان يكون بديهي وبعض الاحيان ان يكون نظري. كل الامور في الحياه هي تبدا نظريا. النظري يعني شنو؟ اللي هو بحاجه الى حركه الفكر، بحاجه يعني اليوم انت ابنائك بالبيت او اختك او اخواتك دائما يحتاجون ان تدعميهم، ان تعطيهم لون من الوان الثقافه. هذه الادلجه راح هو ينطلق منين؟ من عندها. يعني النقطه الاولى اللي انت راح تنشئين بها الفكر اللي موجود. مثلا عندنا في مثلا بيئه، هذا البيت هو عباره عن بيئه موجوده عائله. تفكير هذه العائله شنو؟ صحيح. هذا ياثر وين؟ على الابناء. لذلك اكو مقوله تقول الابن مرآة ابيه. صحيح. أول شيء يشوف، لأن دائما الطفل هو يحب أن يقلد الآخرين. فإذا شاف هذه البيئة بيئة متفائلة، أكو كتاب الأب الفقير والأب الغني، يا ريت يعني الأخوة العوائل يقرون هذا الكتاب. ليش ابن الغني يطلع غني وابن الفقير يطلع فقير؟ ليش؟ لأن هذا ابن الغني عاش في بيئة إيجابية، بيئة متفائلة، ما يعتبر يعني دائما إذا تقرين تاريخ الأغنياء هم يعني عدة كبوات مرت في حياتهم، عدة مراحل من الفشل، لكن هذا الفشل ما وقفه، بقى يكافح إلى أن نجح وكان ملياردير. صحيح. فتكون روح الإيجابية والطاقة الإيجابية اللي موجودة عند العائلة هي طاقة إيجابية. لذلك يطلع وين؟ غني، لأن هو ما عنده مفهوم التشاؤم، ما عنده مفهوم عدم الثقة، ما أبدا، هذه الأمور ملغية في حياته. بينما ابن الفقير دائما يفكر بمن؟ يفكر في الفشل، يفكر بأن الدنيا ظلمة، يفكر بأن الكل محتقرة، يفكر بالآخرين ما أخذين حقوقه، يفكر في المؤامرة. لذلك غالبية حالات الانتحار تلقيها عند الطبقة الفقيرة جدا حقيقة، وهذه حقيقة من الآحات. إذن احنا كعائلة شلون نبرمج أطفالنا، شلون نبرمجهم إلى الروح الإيجابية، بغض النظر عن الغنى أو الفقر أنت مو يعني حتى أنا أفهم ابني، مو مشكلة، أنت مو شرط أن تنجح في هذا الجانب. ماكو واحد ينجح في كل شيء. صحيح. احنا حقيقة خشبة الحياة، أنا شيء أعبر عن الحياة، يقول الحياة هي عبارة عن خشبة، من يتقن الدور هو الرجل الناجح. واضح؟ هذا الكاركتر اللي أنت راح تعيشه. واضح؟ فأنا مو بالضرورة أن أنجح في الجانب العلمي، قد أنجح في الجانب التجاري. مو قد أنجح يعني مو إلا أني أكون طبيب، لا، ممكن يعني أن أكون فنان. الإنسان هو وين يشوف نفسه حتى يبدي ينمي هذا أنا الجانب. أعطي عدة خيارات، لأن أنا إذا أعطيته في خيار واحد بودقة واحدة حقيقة راح يكون محبط. طبعا. وحتى العقل البشري راح يكون في حالة تشتت، أو نقول شوي راح يعاند. يمكن أكو هذا النوع من الإنسان إنه توجهه بمكان لا يعاند، لا أنا أريد غير. شيء طبيعي بعض الأحيان. شلون أن أنت هاي قضية العناد أيضا لها حل، أن أنت لا تفرضين. نعم فعلا. خليه هو اللي فعلا يختار. أنا أبدي أرغبه، يعني حتى في قضية الطعام مثلا، في أكلة ما أو في مجال محدد في الجامعة، هذا التعسفي خلينا نقول. لا أبدا، هذا ما يجيب نتيجة أبدا. نعم. ونتيجة يعني دائما نتائج فاشلة فعلا. وتأثر حتى إذا كانت بها نجاحات فنجاحات آنية، أما فيما بعد. من ذكرت أستاذ علي حالة أنه ضغط الأهل على الأبناء وخاصة الطلاب، أنه لا لازم يجيب هذا المعدل، لازم تدخل، يعني فعلا هذه الحالة شوية يعني كلش مزعجة. أكو قضية مهمة، يعني إذا احنا نريد نطلع 100 وكل احنا أطباء، منو يشتغل عامل فعلا. ومن يشتغل فنان، ومن يشتغل مقدم برنامج، ومن يشتغل ميكانيك، ومن يشتغل، لا، هي الحياة هي الحياة عبارة عن تنوع. واضح؟ هذا التنوع هو النجاح. اليوم كل واحد هو ناجح في قضية ما، يعني حتى في قضية الأبراج، في قضية الولادات اكو فد أيام محددة، اكو فد قضايا محددة في قضية
الأبراج. هذا الطفل اللي يكون مولود في هذا اليوم راح يكون فنان، هذا راح يكون طبيب، هذا راح يكون شاعر، هذا راح يكون حقيقة هو الحياة. رب العالمين من خلق الحياة ومن أوجد الحياة أوجدها مختلفة في الجمال، في المشاعر، في العواطف، صحيح. في النجاح، في الغنى، يعني في الفقر. ما ممكن إذا كنا احنا أغنياء إذن من هو الفقير؟ وإذا كنا احنا فقراء إذن من هو الغني؟ واضح؟ فإذا أنا من أجي أشوف النجاح في جانب ما، مو شرط في هذه النقطة. أنا اليوم فشلت في هذه النقطة، لكن أنا ناجح وين؟ يعني أنا اليوم احنا يمكن فشلنا أن نكون أطباء، لكن نجحنا أن تكوني جنابك مقدمة برنامج، وإلك حضورك المجتمع، وإلك جمهورك، وإلك وجودك. واضح؟ وين نجحت في هذا الجانب؟ أنا نجحت في جانب آخر، ذاك نجاح. إذن هو هذه إشراقة الأمل، بريق الأمل. راح يكون عندنا مجتمع متكامل. لكن من نجي إحنا عندنا محددات اللي إحنا نقول له تحديد الخيار. شنو تحديد الخيار؟ يعني أنا اليوم أقول لك تشربين شاي لو قهوة؟ نعم صحيح. شو تشربين؟ صحيح. شو تختارين؟ يعني اثنيناتهم أنا أختار، بس خلينا نقول قهوة. ليش مختارة أنت شربت؟ لأن صحيح. أنا حددت الخيار. حددت لي فعلا. حددت بالشاي مو؟ نعم. وحددت وين؟ في القهوة. نعم. لكن ما اعطيتك خيار ثالث اللي هو انت. ليش دائما اني ضيقتش بمن في الاختيارات؟ صحيح. فالاهل بعض الاحيان انه هذا المتواجد يعني خلاص. فالاهل بعض الاحيان من يجي يحدد الخيار، نعم، ما ترك له خيار ثالث. انت راح تشتت دائما. ان احنا شوفين الطفل عند العفو الطلبه عندهم الرهاب. يعني انا عندي ابن اختي ذكي جدا، لكن من قد ضغط العائله عليه، من يدخل القاعه يقول خالو كل المعلومات تطلع، من نطلع من القاعه. يعني اذا مو كل الطلبه 3 ارباعهم هيك يعانون من تشتت. هذا الموضوع. هذا التشتت منين؟ من تحديد الخيار. انا اريد فلان رقم، لكن انا من اترك له المجال. باع العقل البشري ما يقدر يفكر في امرين في ان واحد. العقل البشري تركيبته، ايديولوجيته، الميكانيك مالته، ما ممكن ان يفكر في امرين في ان واحد. فهذا من يجي يدخل الى قاعه الامتحان تفكيره وين؟ بالدرجة. ارضاء العائله، الدرجه. اذا العقل راح يبقى مشغول وين؟ في هذا الامر. وترك وين؟ ترك الجانب اللي هو حافظ به المعلومات. صحيح. لكن هو من يطم مرتاح، اوكي انا ايش اطلع، انا مقتنع جدا. العقل البشري راح يكون شنو؟ مرتاح. فهذا الفوضويه والثرثره الداخليه والخوف والرعب اللي موجود في الذهن راح ينتهي. اذا العقل راح يكنك وين؟ في الجانب المعلوماتي، وراح يحقق نتيجه. ولهذا تلقاه بالبيت ومرتاح ودا يقرا يعني الاهل دا يقروا مثلا هاي، بس من يروح للامتحان خلص يعني ينسى كل شيء. هو هذا منو اللي خلق هذه البيئه؟ هو العائله. هو اللي يدمره. يا اخي انت تركه شنو؟ نعم. نورمال، ماكو اي مشكله. ايضا خلينا نقول ادارات المدارس يعني ممكن يحبون نسبه نجاح عاليه، يمكن خلينا نقول لها تاثير هذا الشيء. اكو شيء اخر حقيقه، هي دعوه من هذه القناه الموقره الى التربيه. نعم. التربيه والتعليم هو طرح ماده اضافيه في التنميه البشريه. يا ريت. يجي مدرب دولي، يجي دكتور في علم الاجتماع، يجي شلون يبرمج له حياته، شلون يبرمج له القراءة، شلون يبرمج له وقته. اليوم احنا عندنا مثلا علم إدارة الوقت، شلون أنا أبرمج الطالب في القراءة، شلون أبرمجه في طموحاته، شلون أبرمجه بحيث ما أخلي عنده شرود ذهني أو تشتت في الأفكار. فعلا. حقيقة هاي مهمة جدا. فالطالب من ينطي محاضرة حتى في المعاهد التعليمية، من ينطي محاضرة بأن أنت في قاعة الامتحان شلون راح تتعامل، من راح ترتبك، شلون راح تتعامل، شنو الخطوات اللي أنت تقوم بها حتى تهرب من هذا التشتت الفكري وراح تكون. فحقيقة هذا جانب مهم أن نعتني في هذه فعلا. الفقرة. فعلا. نتمنى أنه هذا الشيء يعني هذا الشيء ده يحصل في الدول المتقدمة، أو خلينا نقول بالصين أو باليابان. هذه الدول يعني كلش تعتني بهذا الجانب، يعني جانب أنه الدعم التأهيل النفسي للطلاب قبل ما أنه يبدون بالدراسة الفعلية. خلينا نقول على فكرة أفضل نظام تعليم في العالم موجود في فنلندا وفي أمريكا، والغريب اللي موجود في أمريكا اللي يشرف عليه بنتاغون. نعم.
المشكلة هو بالبنتاغون يعني قضايا الجيش وقضايا الحروب، لكن هو يشرف وين على هذا البرنامج. ليش؟ لأن الاتحاد أول من طلع للفضاء، والأمريكان وراء 20 عام من تجارب كانت فاشلة، فاتجهوا إلى قضية التعليم، شلون تبدأ مراحل التعليم. احنا حتى عندنا الألوان في قاعة التعليم، حتى عندنا رحلة، حتى عندنا المعلم، اللوك مالته، المنظر مالته. يعني في فنلندا اليوم بالروضة ما عندهم أي معلمات. شلون يعلمون الطفل؟ يجيبوا له روبوت، لأن هذا الطفل يحب اللعابة، واضح؟ فيتفاعل وياها أكثر. فأني شلون أن أخلي الطفل يتفاعل، شلون أن أخليه يحب هذه المادة، مو العنف، مو يعني فعلا. المشكلة عندنا بعض الطلاب من يروح للدوام وكأنه رايح للإعدام. صحيح. ليش؟ لأن البيئة بيئة طاردة. أنت دائما المفروض يا أخوة، إحنا المفروض دائما البيئة أن تكون جاذبة. يعني أنا أنطي المنطق من العلوم الجافة جدا، لأن علوم عقلية وشوية جافة جدا. أول مرحلة، أول محاضراتي مع الطلاب أن أخليه يعشقني، أخليه أن يحبني، تتكون علاقة بيناتنا، فد نكتة أتقرب إليه، شلون أجي هذا الكونكت وياه، شلون أقوي، وبالتالي راح يحب المادة وراح يكون مبدع بها. لذلك يعني حقيقة في هذا الجانب ناجح جدا. دائما أقول أني أن أنت كمعلمة كإدارة شلون أخلي هذا الطفل يحب الدوام، يحب أن يجي، يعني من يقعد من النوم يروح هو بكل تفاؤل. أنت تشوفين عندنا بعض الأطفال ما يقبل يروح، يجي يبكي، يعاند، يطلع أي حجة، يعاند. أما أن موجود حالة من التنمر أو حالة من الرعب أو حالة من الخوف أو حالة هو ممكنك. يعني أنا اليوم هذه المعلمة ما كنكت بها، هاي القاعة ما كنكت بها. أستاذ فلان معلم إنه عنده مثلا خلينا نقول هذا الدرس، يعني يبدي يتحجج حتى يغيب أو ما يريد يحضر درس هذا المعلم للخوف من عنده أو أسلوبه. خلينا نقول المفروض إذن الإدارة تعطي حرية الانتقال للطلبة بين الشعب. يعني أنا اليوم ابني مرتاح في هذه القاعة، ماكو مشكلة، أجي للإدارة أنت نقله وين؟ للقاعة الثانية. لأن طريقة الإلقاء، يعني اليوم أنت جنابك قد تكونين ارتاحيتي إلي، وقد يكون يجي غير ضيف ما ترتاحي له اوتوماتيكيا، ماكو كونكت بين الاثنين، فهذا حقيقة ما راح يؤدي إلى تفاعل. فالنقل بين القاعات حقيقة يعني المفروض الإدارة تتيح هذا الأمر. لكن إحنا حقيقة أنا قبل فترة ابني كان يعني يعاني من بعض الطلبة، فرحت للإدارة ما قبلوا. فقلت لها هذا بعد ما يحب هاي الشعبة، هذا من دا يجي للدوام دا يجي على مضض، دا يجي هو وكأنه مودي للإعدام. صحيح. واضح؟ فإذا البيئة هي بيئة جاذبة أو بيئة طاردة. إذا كانت بيئة جاذبة حقيقة راح يكون عندنا تفاؤل. حتى حالة الانتحار تشوفين إذا تقرين النمط الحياتي المنتحر، تشوفين مر في حالة من الطفولة، من العنف، من الإذلال، التراكمات، هذه الألقاب. يعني احنا في عوائلنا دائما يجي يعطي فد لقب او فد كنيه. هوايه موجوده هذه الحاله، هذا تؤدي الى الاحباط مثلا. اي يعني ابو خشم، ابو هيك، ابو هذا، هوايه مفردات لا تعد ولا تحصى، يعني مع الاسف نسمعها. يعني احنا حتى هذه المفرده صحيح. يعني بعض الاحيان يجي واحد مثلا احمد، مو يقول له لا حميد، مو او علي، لا ابدا، هذا ينشا محبط. صحيح. لذلك تشوفين في الثقافة الدينية عندنا حقيقة دائما الطفل أن يكنى. يعني تشوفين مثلا يكنى مثلا أبا الجواد، واضح؟ أبو مثلا أبو المتنبي، مثلا أبو الباقر، يعني هذا اللقب يخليه يشعر يعني أنا عندي ابني بالبيت وكح هذا دائما العائلة شوية وياه، دائما أنا حاليا ملقب له شنو؟ أبو جبل. أبو جبل. إيه؟ نعم. يشعر بالفخر، يشعر هذه. لكن أنا من أعطيه كنية هي تؤدي إلى الإحباط. نعم. أنا أقلل من قيمته، وبعض الأحيان أجي أنتقده في جانب خلقي بعينه أو خشمه أو شعره أو إيده أو هذه ينشأ محبط.
أنا شلون أريد من عنده أن يكون ناجح؟ إذا النجاح هو يبتدئ وين؟ من مرحلة الطفولة. لذلك كانت أتذكر في برمجته كانت عدة تنشئة، شلون تنشئ الجيل، شلون تنشئ الطفل تبدي تبرمجه من مرحلة الطفولة. صحيح. يعني حتى احنا في الجنوب عندنا الأم تلولي على الطفل، تنعيله. هي بعض الترانيم الجنوبية تراث. هذه الترانيم حقيقة هو برمجة. ترى هذا الطفل من يولد من أول دقيقة من خروجه إلى هذا الوجود هو يبدي يبرمج، يبدي يحفظ المحيط مالته. فهاي الترانيم من تجي الأم تنعيله على الشهامة، تنعيله على التفاؤل، هذا راح يكون محبط. لكن من تجي تنعيله على البكي وتنعيله على الفقر وتنعيله على الجور وتنعيله على الظلم، هذا شيء هو من طفولته تبرمج محبط. وبعدين كبر البيئة محبطة، واضح. وبعدين العائلة محبطة، اجى للابتدائية لقى المعلمة ديكتاتورية، هذا وبعدين أريد بعدين يورثها الأبناء وهكذا. يورث. على فكرة حتى في قضية DNA هي تورث. لذلك اليوم حتى علماء الاجتماع يقولون قضية الانتحار دائما نجي إلى تاريخ عائلة المنتحر نلقى في بعض أجداده أو هذه عنده حالة الانتحار. إذن هي حتى في حالة التوريث هذا الألم وهذا الشجن وهذا الإحباط. احنا اليوم دائما حتى احنا في انا يعني التقي بالكثير تشوفين رجل كبير لكن هو محبط. هو يشعر في الدونية، ما يشعر في الارتقاء، ما يشعر. وحقيقة هو هذا تابع إلى المراحل المظلمة من الجور في الأنظمة البائدة وفي الأنظمة القمعية أنتجت هذا الأمر. فإذا قضية الانتحار هي قضية قد تكون بيئية وقد تكون عائلية وقد تكون في التربية والتعليم موجود العديد من الإشكالات. طبعا احنا بالنهاية نتمنى أنه يعني يكون هذا الشيء بعيد عن الكل إن شاء الله. نتمنى الصحة والعافية للكل. وطبعا نشكر وجودك ونشكرك على هذه المعلومات القيمة وكل هذا المعلومات والنصائح. إن شاء الله يا ربي يعني مشاهدينا الأحبة سمعونا وأكيد تكون قيمة وبفائدة لهم. الله يحفظكم. حقيقة التمني بوحده لا يكفي. نعم صحيح. وإنما بحاجة إلى عمل وبحاجة. ومن خلال هذه القناة الموقرة أدعو جميع العوائل وجميع الملاكات التعليمية إلى الاهتمام في تنشئة الطفل، في وضع الطاقة الإيجابية، في الثقة، في التفاؤل، حتى يكون عندنا جيل ناجح. وبالتالي أن هذه الأمور تنتهي وما عندنا أي حالة من حالات الانتحار. لأن حالات الانتحار هي نتيجة. نعم. هذه النتيجة هي لمقدمات خاطئة فعلا. فإحنا إذا قدرنا نعالج هذه المقدمات حقيقة راح ننهي هذه الظاهرة إن شاء الله. إن شاء الله. وطبعا نورتنا وشرفتنا بالاستوديو وشكرا جزيلا لحضرتك. الله يخليكم ويحفظكم. الله يا ميت. مرحبا.